والله استعمال تكنولوجي بقى بصفه عامه بقى شيء مهم جدا. يعني كلمه كمبيوتر النهارده، زمان كان يقول لك عشان تشتغل شغلانه حلوه لازم يكون معاك كمبيوتر انجليزي، وزمان ده احنا بنتكلم على تسعينات مثلا، بدايه الالفيه الثانيه. لكن النهارده كلمه كمبيوتر بقت تبقى مش الكلمه الدقيقه. يعني انت النهارده بتستعمل اي اي ولا لا؟ يعني مهاراتك ايه التكنولوجي اللي بتستعملها؟ فحسب برضو التخصص، حسب انت هتشتغل فيه. لكن نرجع لحته التعلم. يرى البعض ان بتنتهي علاقته بالتعليم مع حصوله على الشهاده اللي كان بيطمح ليها، بكالوريوس، ماجستير. يعني ولو ان اللي بياخد الماجستير والدكتوراه وحاجه زي كده يعني بياخد مسار تعليمي مستمر، لانه خلاص اخذ الخط الاكاديمي. التعلم الحقيقي هو اللي الانسان محتاجه طول ما هو على قيد الحياه. المدرسه الاكبر، نسميها المدرسه، نسميها الجامعه، نسميها هي يعني بيئه التعلم الاكبر هي الحياه. بس ده مش معناه ان انا اترك نفسي الحياه تعلمني، لا. ما في انا حاجات تانية محتاج مهارات ان انا اتعلمها، محتاج فنيات للوظيفه محتاج ان انا اتعلمها. انا لو بشتغل محاسب بنسبة على وظائف دلوقتي هتندثر بسبب استخدام التكنولوجي أو يعني. من كام سنه، قريب يعني من 3 سنين مثلا او 4 سنين، يعني في الوقت ده كنت بعمل برنامج خاص بالتعليم، وكنت يعني بشوف شويه الاحصائيات. فكانت في احصائيه مرعبه، كانت بتقول الاحصائيه دي ان 65% من الوظائف اللي موجوده حاليا هتندثر ومش هتبقى موجودة خالص في سوق العمل وقت ما الطالب النهاردة في ابتدائي يتخرج من الجامعة. يعني هنقول لو الطالب النهاردة في ابتدائي قدامه قرابة ال 15 سنة متخرج جامعة، ف 65% من الوظائف الموجودة حاليا هتندثر بعد 15 سنة. واعتقد ان الموضوع فيه تسارع، يعني ممكن النسب دي تتغير بمرور الوقت. فمدى قدرة بقى الانسان في مراحل التعلم الاكاديمي انه يتطور معرفيا ويتطور مهاراتيا، ويكون عنده استقراء لما سيحدث عشان خاطر يبقى جاهز لمتطلبات سوق العمل، بحيث انه يتخرج ويلاقي الوظيفة. دي عملية معقدة جدا ومهمة جدا، ويعني ارى انها لازم يتم التعريف بيها وتدريسها وتعليمها للطالب في المراحل الاولى من التعليم، من ابتدائي ومتوسط او اعدادي كيفما يسمونها، يعني المجتمعات او الثانوي. يعني عشان ما يلاقيش نفسه بعد 12 سنه تعليم وحاطط حلم وحاطط تصور معين ومجهز نفسه لحاجه والحاجه دي مش موجوده. فده مهم جدا ان الانسان يكون دايما على وعي بما يحدث في سوق العمل، ومهم جدا ان يكون عنده درجه من استقراء ما قد يحدث يعني في الفتره اللي جايه، عشان يبقى اهدافه منطقيه واقعيه وبيجهز نفسه يعني بشكل كبير. يعني لو هتكلم مثلا في مجال التكنولوجي النهارده، لو واحد جه اعرف في الجامعات لسه في بيدرسوا لغات البرمجه زي السي والباسكال وحاجات زي كده، سمعت عنها قريب. بس هل انا لو النهارده محترف في اللغه ديت هطلع الاقي شغل؟ امال فين الحاجات الجديده بقى زي البايثون، زي حاجات متطوره اكتر من كده بكتير؟ سوق العمل وطبيعه الحياه محتاجاها دلوقتي. فمهم جدا التطور والاستمرار في التعليم والتعلم طول ما احنا عايشين.